الحمد لله مفرج الهموم ومنفس الكروب ومبدد الأحزان والأشجان والغموم. جعل بعد الشدة فرجا وبعد الضيق والضر سعة ومخرجا. نحمده على حلو القضاء ومره، ونعوذ به من سطواته ومكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجيب المضطر إذا دعاه، ويغيث الملهوف إذا ناداه. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله، أكرمه ربه فاجتباه، وأحبه فضاعف عليه الوجع وابتلاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبع أثره واقتفاه. يا رب اجعلنا في هذه اللحظات من أهل البر والخيرات، وكفر عنا السيئات، واكشف لنا الكروبات، وأصلح لنا الأزواج والأولاد والذريات. أيها المؤمنون الأكارم، كرب الزمان وفقد الأحبة عموماً، مع أخصية الآباء والأمهات والأبناء والأحفاد والأصدقاء والجيران، حدث مؤلم وموجع، وأمر مهول مزعج، بل هو نار تستعر وحرقة تضطرم، تحترق به الكبد ويفت به العضد. لكن مع هذا نقول: فلرب أمر محزن لك في عواقبه الرضا، ولربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء. وهكذا هي الدنيا، دار طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. إنها على ذا وضعت، لا تخلو من بلية، لا تصفو من محنة ورزية. لا ينتظر الصحيح فيها إلا السقم، والكبير إلا الهرم، والموجود إلا العدم. والمرء رهن مصائب ما تنقضي، حتى يوسد جسمه في رمسه، فمؤجل يرقى الردى في غيره، ومعجل يلقى الردى في نفسه. أيها الحاضرون، أيتها الحاضرات، هل سمعتم بإنسان على وجه الأرض لم يصب بمصيبة دقت أو جلت؟ الجواب لا وألف لا. ولولا مصائب الدنيا مع الاحتساب، لوردنا يوم القيامة مفاليس. 8 لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه 8: سرور وهم واجتماع وفرقة، ويسر وعسر، ثم سقم وعافية. أيها الإخوة المؤمنون، مما يكشف الكربات ويهون المصائب التأمل والنظر في كتاب الله وسنة رسول الله، ففيهما ما تقر به الأعين وتسكن به القلوب مما منحه الله ويمنحه لمن صبر ورضي. فلنقف أيها الأحبة مع آية من كتاب الله، كفى بها واعظا، كفى بها مسلية، كفى بها كاشفة للكروب والمصائب. ألم يقل لنا رب العزة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فإنا لله وإنا إليه راجعون علاج من الله لكل من أصيب بمصيبة، هي الصلاة والرحمة والهدى من الله. عبد الله بن مطرف يوم مات ولده قال: والله لو أن الدنيا وما فيها لي، فأخذها الله مني ثم وعدني عليها شربة من ماء،
لرأيتها لتلك الشربة أهلا، فكيف بالصلاة والرحمة والهدى من الله. ثم اسمع معي بعض أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، ففيها الدواء لمن به الكروب والأشجان والهموم والأحزان. أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، عندما تروي لنا عن رسول الله حيث قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وسئل رسول الله عليه الصلاة والسلام: أي الناس أشد بلاء؟ فقال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الإنسان على قدر دينهم، فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه. وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الأرض وما عليه خطيئة. أتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصبي لها، فقالت: يا رسول الله، ادعو الله له، فلقد دفنت 3 قبله. فقال عليه الصلاة والسلام: دفنت 3 مستعظما أمرها؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال لها عليه الصلاة والسلام: لقد احتميت بحمى عظيم من النار، فما أعظم الأجر وما أكمل الثواب. أنس رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تنصب الموازين يوم القيامة، فيؤتى بأهل الصلاة والصيام والزكاة والحج، فيوفون أجورهم بالموازين، ثم يؤتى بأهل البلاء. اسمع يا من كثرت عليك المصائب والمحن، ثم يؤتى بأهل البلاء، فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، ويصب عليهم الأجر صبا بغير حساب. ثم قرأ نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فطوبى للصابرين ثم طوبى. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: يود أناس لو أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض، أي بالفؤوس، لما يرون من ثواب أهل البلاء. فسبحان الله الذي يرحم ببلائه. أخي المصاب، أخي المكروب، هذه بعض أحاديث رسول الله قدمت بين يديك، فلعل لك فيها سلوى، ولعلها كشف لكربتك، ولا أظنك إلا قد سلوت وكشف ما بك. فاحمد الله حمدا حمدا، واشكر له شكرا شكرا، ورضاء بقضائه رضاء، ولهجا بإنا لله وإنا إليه راجعون. فهي الصلاة والرحمة والهدى. أيها المكروب والمصاب، تذكر المصيبة العظمى موت رسول الله، تذكر المصيبة العظمى موت رسول الله يهون كل مصيبة، وكل مصيبة دون مصيبتنا بموته تهون. ها هو رسولنا عليه الصلاة والسلام يطلب منا أن نذكر بمصائبنا موته وفراقه، وبذلك تهون علينا المصائب والخطوب. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. وفي سلوة الحزين يذكر أن أعرابية فقدت أباها، ثم وقفت بعد دفنه فقالت: يا أبت، إن في الله عوضا عن فقدك، وفي رسول الله من مصيبتك أسوة. ثم قالت: رب لك الحمد، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها المصاب، يا أيها المحزون، فاصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، واصبر كما صبر الكرام، فإنما
نوب تتنوب اليوم تكشف في غد. أوما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصد. من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست عنه بأوحد. فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها المصاب، أيها المكروب، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ألم يقل لنا ربنا سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. إن من تأمل هذه الآية وتدبرها وجد فيها شفاء وتبديدا لجميع الكروب والأدواء. كم من عليل قد تخطاه الردى فنجا ومات طبيبه والعواد. مات ولد لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال أنس عند قبره: الحمد لله، اللهم عبدك وابن عبدك قد وفد إليك فارأف به وارحمه وافتح أبواب السماء لروحه وتقبله بقبول حسن. وكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه لا يعيش له ولد، فقيل له: إنك امرؤ لا يبقى لك ولد. فقال: اسمع يا من فقد ابنا له أو بنتا له. قال: الحمد لله، كل ذلك في كتاب الله. الحمد لله الذي يأخذهم في دار الفناء ويدخرهم في دار البقاء. وتموت ابنة لعبد الله بن عباس وكان راكبا في طريقه إلى مكة فيأتيه الخبر فينزل من على دابته ويصلي ركعتين ثم يرفع رأسه إلى السماء فقال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. عورة سترها الله ومؤنة كفاها الله وأجر ساقه الله. ثم ركب ومضي في رعاية الله والله يفعل ما يشاء. فكل الأمور إلى القضاء. مات لعبد الله بن عامر 7 من أبنائه في يوم واحد. اسمعوا أيها المؤمنون، أيها المصابون، أيها المبتلون، 7 في يوم واحد. والأمر كما تعلمون مهول، مزعج، فظيع، مؤلم. فكيف استقبله هذا الرجل؟ قال: الحمد لله، اللهم إني مسلم ومسلم. فإذا ابتليت بمحنة فاصبر لها صبر الكريم فإن ذلك أسلم. وإذا ابتليت بكربة فالبس لها ثوب السكوت فإن ذلك أسلم. لا تشكون العباد فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. لا تشكو إلى عباد الله فأنت تشكو الذي يرحم إلى الذي لا يرحم. يقف محمد بن سليمان على قبر ابنه وفلذة كبده بعدما دفنه قائلا: كل ذلك في كتاب الله. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. حاله: أبكيه ثم أقول معتذرا له: وفقت حين تركت الأمدار. جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذاك عمر كواكب الأسحار. أيها المؤمنون الأعزاء، أيها المصابون، إن مما يكشف الكربات الاستعانة بالله، الاتكال عليه، الرضا بقضائه، التسليم لقدره. فليعلم المكروب أن حظه من المصيبة ما يحدث له، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فقضاء الله نافذ لا راد لقضائه لا معقب لحكمه، ولكن العبد هو الذي يربح أو يخسر بحسب رضاه أو سخطه. جعلنا الله وإياكم من الراضين بقضاء الله وقدره. يا إخوة الإيمان، معاذ رضي الله تعالى عنه تصاب ابنتاه بالطاعون وتموتان، فدفنهما في قبر واحد وحمد الله واسترجع. ثم أصيب ابنه عبد الرحمن وهو من أعز أبنائه،
فقال معاذ لابنه: كيف تجدك؟ قال: يا أبتاه، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقال معاذ: إمام العلماء، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم توفي هذا الشاب، ثم أصاب الطاعون. كف معاذ بن جبل صاحبنا سفيرنا إلى اليمن، من جاء إلينا لينشر الإسلام، فجعل يقبلها ثم يغشى عليه. فلما أفاق قال: يا رب، غم غمك واخلق خنقك، فوعزتك إنك لتعلم أني لأحبك. ثم لقي الله بعد أن احتسب أهل بيته. يا إخوة الإسلام والإيمان، مما يخفف المصائب العلم اليقيني أن الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفها، فالجازع يزيد مصيبته ويشمت أعداءه ويسوء أصدقاءه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه. أما إذا صبر واحتسب ورضي بقضاء الله، أخزى شيطانه وأرضى ربه وسر صديقه وساء عدوه وحمل على إخوانه فعزاهم قبل أن يعزوه. هذا هو الثبات في الأمر، فنسأل الله الثبات في المحيا والممات. كذلك ها هي العباد، ها هي أيها الإخوة العباد، فإنما تشكو الرحيم. أو ها هي امرأة صالحة قد مات ابنها، فجاءوا يعزونها ويقولون لها: يا أمة الله، اتق الله واصبري. فقالت: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبتي أعظم من أن أفسدها، مصيبتي أعظم من أن أفسدها. هكذا هم الذين يصبرون عند المصائب والمحن، رجالا ونساء. نسأل الله أن يجعلنا منهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه. الحمد لله القائل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أهل الكربات والمصائب، تتفاوت المصائب، فمصيبة الدين هي أعظم وأفدح مصيبة. والمسلوب من سلب دينه، المسلوب من سلب دينه. فإذا رأيت إنسانا لا يبالي بما أصابه في دينه من ارتكاب الذنوب والخطايا، من فوات للجمعة والجماعات وأوقات الطاعات والولوغ في المحرمات وانتهاك لحدود الله، فاعلم أنه المصاب حقا، وكل كسر لعل الله جابره، وما لكسر قناة الدين جبران. إذا رأيت إنسان يسهر وينتظر للمباراة من أجل أن يشاهدها وينوم عن صلاة الفجر، فاعلم أنه مصاب في دينه، وأنه أعظم مصيبة منك. يقول شريح رحمه الله: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات، أحمده إذا لم يجعلها أعظم مما هي عليه، أحمده إذ رزقني الصبر عليها والاحتساب، أحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني، فإن كل شيء له عوض إلا الدين. يا أهل الكرب والمصائب، تذكروا ما في البلايا من فوائد، منها على سبيل المثال للحصر تذكير العبد بذنوبه، فعندما تأتي المصيبة ربما تجعلك تعود إلى الله سبحانه. كذلك زوال قسوة القلب مع حدوث الرقة والانكسار. البلاء يوجب على العبد الرجوع إلى الله والوقوف ببابه والتضرع له والاستكانة والدعاء. إن الله لا يبتلي العبد وهو يحبه
ليسمع تضرعه ودعاه، ليسمع كلمة يا الله. البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى المخلوقين ويوجب له الإقبال على الخالق فقط سبحانه. كذلك من فوائد الابتلاء رحمة أهل البلاء والمساعدة لهم على بلواهم، كذلك معرفة قدر نعمة العافية، فإن النعم لا تعرف أقدارها إلا بعد فقدها. أيها المؤمنون أيتها المؤمنات، التعزية للمصاب يثبت بها بإذن الله ويعان ويجعله الصبر قويا ويسهل عليه المصيبة، فإن المؤمن قليل بنفسه كثير بإخوانه، ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، شديد بأعوانه، فإذا وجد هذا يعزيه وهذا يسليه سهلت عليه الأمور العظام وكشف ما به بإذن الله سبحانه وتعالى. الإمام الشافعي رحمه الله عزى أحد أصحابه وقال له: إني معزيك لا أني على ثقة من الحياة ولكن سنة الدين، فلا المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين. ويشاء الله عز وجل فيموت بعدها ابن للشافعي الذي كان يعزي أصبح يعزى، فأنشد قائلا: وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له، رزية مال أو فراق حبيبي. ومات لرجل من الصالحين ولد فعزاه الكثير فلم يكشف ما به، حتى جاء إليه الفضيل بن عياض وقال له: يا هذا، أرأيت لو كنت وابنك في سجن فأفرج عنه قبلك أو ما كنت تفرح؟ قال: بلى. قال: فإن ابنك خرج من سجن الدنيا قبلك وانتقل إلى الآخرة، فسري عن الرجل وانكشف همه، وقال: تعزيت بعد ذلك. فاحرصوا على التعزية للمصاب ففيها الأثر الكبير في نفوس المصابين. أيها الإخوة، مما يعين على تحمل المصائب والكربات العلم بأن الدنيا فانية زائلة، مما يكشف الكربات كل ما فيها يتغير ويتحول ويضمحل ويفنى ويزول، لأنها إلى الآخرة طريق وهي مزرعة للآخرة على التحقيق. إنها الدنيا يا سادة إن حلت أو حلت، وإن كست أو كست، وإن دنت أو دنت. كم من ملك فيها رفعت له علامات فلما علا مات. هي الأيام لا يبقى عزيز وساعات السرور بها قليلة. إذا نشر الضياء عليك نجم وأشرق فارتقب يوما أفولة. إن أضحكت أو إن ضحكت إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما أحزنت شهورا، وإن متعت يسيرا منعت طويلا. لا يبقى لها حبور، لا يدوم فيها ثبور. اليوم دلها وحديثها، وغدا لغيرك كفها والمعصم. ما أدق التعبير القرآني، ما أدق التعبير القرآني. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة، أي نام تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. هكذا يصور لنا نبينا عليه الصلاة والسلام الدنيا. وأشبه الأشياء بالدنيا السراب يحسبه الظمان ماء
حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. أيها المصاب، أيها المكروب، أيها المحزون، صبرا صبرا، فغمسة في الجنة تنسي كل شقاء وبؤس وبلاء، وغمسة في النار عياذا بالله تنسي كل لذة ونعيم. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. كم مؤمل أدركه الموت قبل تحقيق أمله، وكم من زرع عاش ومات زارعه. لما حضرت الوفاة سيبويه وضع رأسه في حجر أخيه ثم أغمي عليه، فقطرت قطرة من دموع أخيه على خده فأفاق، فقال يؤمل دنيا لتبقى له، فمات المؤمل قبل الأمل، وبات يروي أصول النخيل فعاش النخيل ومات الرجل. ثم قال لأخي أخي كنا ففرق الله بيننا إلى الأمد الأقصى، ومن يأمن الدهر ثم لقي الله. هذه هي الحياة الدنيا، والآخرة هي الحياة. لو كانوا يعلمون إنما الدنيا هبات وعوار مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. أيها الأحباب الكرام، أخيرا تحدثنا عن هذا الموضوع وهو عبارة عن رسائل وبشائر لأهل الكربات والمصائب والشدائد والمحن. قد يقول قائل لماذا في هذه الجمعة؟ أيها الأحباب، صلينا يوم الأربعاء على جنازة، ويوم الخميس على جنازة، وبعد الجمعة سنصلي على جنازة، وبالأمس أيضا غسلت جنازة. 4 جنائز فارقوا الحياة الدنيا وانتقلوا إلى جوار ربهم، 2 رجال و2 نساء. أقول أيها الأحباب، ولذلك هي عظة لنا أهل الحي، وعظة لمن جاء من خارج الحي، ودعوة للجميع أن نتذكر من فارقناهم وودعناهم وانتقلوا إلى جوار ربهم. ودعنا بالأمس أحد رواد المسجد، فما أجمل أن يودع الإنسان الدنيا وقد عرفه الناس ساجدا ذاكرا عامرا لبيوت الله. لقد فقد المسجد وجها ألفناه بين الصفوف، وفقد الحي جارا صالحا طيب السيرة، فما أقسى أن نفتقد رفيقا كنا نراه كل يوم في صلاة جماعة. ولكن عزاؤنا أن من عمر المساجد في الدنيا نرجو أن يعمر الله عز وجل له منزلا في الآخرة، سيبقى مكانه في الصف يذكرنا به، وستبقى ابتسامته وأخلاقه الطيبة في قلوب جيرانه، وتبقى الدعوات الصادقة خير ما يهدى إليه بعد رحيله. أيها الحاضرون جميعا، أيتها الحاضرات، نقف اليوم موقفا لا ينجو منه أحد. هذه الجنازة التي في مؤخرة المسجد، هذا الذي بين أيدينا كان بالأمس يتكلم كما نتكلم، يؤمل كما نؤمل، ثم جاءه أمر الله فانقطع عمله وأغلق كتاب دنياه، ولم يبق معه إلا ما قدم من صالح الأعمال. يا أحبابنا ويا إخواننا ويا أخواتنا، يا من ستشيعون اليوم أخاكم، تذكروا أنكم غدا ستكونون محمولين كما حمل، مغسلين كما غسل، مصلى عليكم كما نصلي عليه، مودعين كما سنودعه. هذه الجنازة التي نراها في نهاية المسجد
واعظ صامت ليس لها لسان لكنها تخاطب القلوب. هذا المصير الذي والله لن ينجو منه لا غني ولا فقير ولا صغير ولا كبير ولا ملك ولا رئيس. فأين من يعمل لهذا المقام؟ فطوبى لمن لقي الله عز وجل بقلب سليم وعمل صالح. يا إخواني، القبور لا تميز بين الوجوه ولا بين المناصب ولا بين الأموال، وإنما يميز أهلها الإيمان والعمل الصالح. فلتكن هذه الجنازة موعظة لنا جميعا. يا إخواني، كم ودعناه من جنائز، فأين العظة وأين العبرة؟ وربنا يقول كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. فأين من يتعظ؟ يا أيها الشاب، إن كان الذي توفاه الله كبير في السن فقد ودعنا والله عشرات الشباب من هو في سنك وأصغر منك. يا رب، إن عبدك هذا قد انقطع عن الدنيا وقدم عليك وأنت خير من نزل به. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ثبته عند السؤال، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ولجميع موتى المسلمين. يا أيها المكروب خاصة، ويا أيها الناس عامة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ألظوا بذا الجلال والإكرام، فإليه المفزع وفيه المطمع. لا إله إلا الله، من لكم غيره يجبر كسركم، من لكم غيره يبدد أحزانكم وأشجانكم، من لكم غيره يؤنسكم في كربكم ووحشتكم، من لكم إذا دفعتم عن الأبواب إلا بابه، من لكم إذا صرفتم وخاب الرجاء في من سواه إلا رجاؤه، من لكم غيره أعز مطلوب وأشرف مرغوب. لا إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا إخوتي الأكارم، أرسلنا في هذه الخطبة بشائر ورسائل إلى كل مكروب ومصاب. أرجو من الملك الديان أن ينفعنا بها وسائر الأحباب، وأن يجعلها تذكرة لأولي الألباب وتسلية وعزاء لكل مؤمن محزون مصاب، تشرح صدره وتجلب صبره وتهون خطبه وتخفف أمره، ويلحظ بها ثوابه على الصبر وأجره. والله تعالى هو المسؤول أن يضع لها القبول، والمصاب حقا من حرم الثواب. نفع الله بها وأثاب، إنه الكريم الوهاب. أيها المصابون جميعا، عليكم من الله الرحمات، عدد ما سكبتم من العبرات وكظمتم من الأنات، وجعل مصابكم من الباقيات الصالحات، وأمنكم من الفزع يوم تنشر السجلات. وتقبل الله منا ومنكم، وكتب لنا السعادة في الحياة وفي الممات. عظم الله أجر كل من فقد والدا أو أما أو ولدا أو قريبا أو صديقا، جبر الله كسرهم، عوضهم خيري الدنيا والآخرة فيما فقدوا. يا الله يا الله، يا حي يا قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يا بديع السماوات، يا من عنت له الوجوه، خضعت له الرقاب، خشعت له الأصوات، فاضت له العبرات، ورغمت له أنوف. انقطع الرجاء إلا منك، خابت الظنون إلا فيك، ضعف الاعتماد إلا عليك.
نسألك أن تكفينا ما أهمنا وأغمنا، وتكشف كروبنا، وتنفس همومنا، وتقضي حاجاتنا، وأن تجبر كسرنا، وأن تعظم أجرنا، وأن ترحم موتانا، وأن تلطف بمبتلانا، وأن ترحم غربتنا في الدنيا يا ربنا وفي الآخرة عند الموت، ووقوفنا بين يديك، وأن تلقنا عند الموت لا إله إلا الله. رباه أنت الملتجى لكروبنا، وبفضل لطفك ترفع اللأواء، فارحم وأصلح يا إلهي حالنا، إن العبيد العالة الضعفاء. ألا صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، وأقيموا الصلاة.